اللي لسه داخل ده رين، واللي قدامه دول زمايله من فريق الأبطال. الأجواء متوترة ومحدش عارف هو عمل ايه علشان يبصله بقرف كده، لكن فجأة بيتكلم القائد إيريوس قائد فريق الأبطال وبيقول له أنت مطرود. طب ايه الحكاية طيب؟ رين ده ساحر من فئة مراود الوحوش، فمعروف عنها انها ضعيفة جدا في القتالات، لكنه كان بيدعم زمايله في قتالاتهم بكل اللي يقدر عليه، لدرجة انهم ما عادوش يقدروا يستغنوا عنه، او ده اللي كان فاكره يعني. بيقول له قائد إيريوس انت مطرود ومش هينفع تكمل معانا اكتر من كده. بيقول لهم رين طب انا عملت ايه طيب علشان تطردوني من الفريق؟ البنت دي قالت له لان وجودك زي عدمه، ما بتعملش حاجه غير انك تعطلنا في مهامنا، ضعيف ومحتاج كل شويه اللي يحميك، يا ريت تمشي بقى وتريحنا منك. كلامها بيصدم رين جدا لانه ما كانش متخيل ان دي هي الطريقه اللي كانت فيريتو شايفاه بيها، كان بيفكر ان سبب تعاملهم معاه بأسوأ هي توقعاتهم العاليه عليه، لكنه في النهايه اكتشف انهم من البدايه اصلا ما كانوش معتبرينه واحد منهم، كان بالنسبه لهم مجرد خدام هيتخلصوا منه وقت ما يحبوا. يا حقره. بيخلع رين لبس الفريق وبيسلمه لهم وبيمشي، بيقول في باله دي كده نهايه كل حاجه ما بينا. بعدها بيروح يقعد في مكان هادي علشان يفكر في اللي هيعمله بعد ما خسر كل اللي معاه. الواد حاليا ما معهوش حاجه حرفيا غير الهدوم اللي عليه، وده لان إيريوس خد كل معداته قبل ما يمشي. وهو قاعد كده بيجيله شويه من الاطفال الصغيرين اللي بيحبوا يلعبوا معاه بعد كل مهمه، وكالعاده بيسالوه لو كان خلص مهمته مع فريق البطل علشان يعمل لهم العرض بتاع كل مره. رين ما بيكونش عارف يقول لهم ايه، لكن العيال ما بتهتمش وبيكونوا متحمسين جدا ان رين هنا اخيرا علشان يعمل لهم العرض اللي بيحبوه. رين طبعا ما صدق انهم توهوا الكلام، وساعتها بيستخدم قدراته على نسر طاير في السماء. النسر فجأة بينزل لهم لو كمان بيلقى عليهم التحية. العيال بيبقوا منبهرين من قدراته وفي قمة الانشكاح، ومن فرط الحماس الواد ده بيقول له احنا هنبقى مروضين وحوش زيك لما نكبر. كلامهم فرح رين جدا، وساعتها بيلاقي انه من الصعب يقول لهم انه انطرد من الفريق. الواد بيكمل كلامه وبيقول له انت احسن من البطل التعبان ده 100 مرة، انا مش عارف والله انت ليه لحد دلوقتي قاعد مع البطل اللي مفيش حد فينا بيحبه ده ليه، لكنك مختلف يا رين، علشان كده احنا هنبقى مغامرين ونلف في الدنيا ونجمع ثروة وشهرة كبيرة. كلام الواد أثر في رين فعلا، فراح جاري على النقابة علشان يقدم على رخصة المغامر، وهناك بيعرف من المشرفة ناتالي إنه علشان ينضم لنقابة المغامرين ففي اختبار لازم يجتازه الأول، وهو إنه يجمع 20 نوع من الأعشاب الطبية وقتل 10 غيلان. بتسأله ناتالي عن فئته السحرية علشان تسجله في الاختبار، فبيقول لها إنه مراود وحوش. بتتغير ملامح ناتالي، وساعتها رين بيفتكر اللي حصل مع زمايله، لكنه بيطمنها بكل ثقة وبيروح على مكان الاختبار، وهناك بيلاقي مجموعة من العفاريت بس بيكونوا ضعاف جدا وسهلين في القتل. بيخلص عليهم كلهم وبيجمع بلوراتهم السحريه، والدنيا بقت معاه اخر حلاوه وجمدان. ولكنه فجاه بيسمع صوت صريخ بنت جاي من الغابه. رين ساب اللي في ايديه وجرى على مكان الصوت. هو اول ما وصل لقى نمر ضخم وخلاص على وشك انه ياكل البنت. في الوقت ده رين بيهجم على النمر بكل قوته، ولكن السلاح بتاعه بيتكسر. النمر بيسيب البنت وبيروح على رين. رين بيقول كده احسن، على الاقل هوفر للبنت وقت تهرب فيه. بينادى عليها وبيقول لها هربي من هنا بسرعه. وفعلا البنت بتقوم تقف، لكنها ما بتهربش، دي بتركب صاروخ جو ارض وقامت نازله على ظهر الوحش قسمته 2. يا نهار ابيض يا جدعان، مش كنت بتموتي من شويه؟ جبت القوه دي كلها منين؟ رين اول ما عينه وقعت عليها عرف حقيقتها على طول. وهنا بقى العظمه يا صديقي، ايوه دي ما طلعتش بشريه، دي طلعت واحده من الانواع الاقوى الموجوده في العالم ده، وبينقسموا لشعب التنانين وشعب الجنيات وشعب الملوك، ولكن بيعتبر شعب ارواح القطط الاكثر ندره، وهي اللي بتنتمي ليهم صاحبتنا دي. رين بيبص لها وهو مش مصدق نفسه، لكن النمر فجاه بيختفي، ومره واحده البنت بيغمى عليها. بيلحقها رين بالعافيه وبيحاول يطمن عليها، لكنها بتتمتم له بكلام مش مسموع، والكلام بيكون طالع منها بطلوع الروح. بيقرب منها وشكلها كده هتقول له الوصيه الاخيره، وهوب انا عاوزه اكل. ايوه يا دبوماوي، كل الدراما دي لانها كانت جعانه بس. تخيل رين طبعا بعد ما اتفلق جاب لها الاكل اللي معاه، وبعد ما اكلت وظبطت حالها كانت لسه فاكره تقول له ان اسمها كنادي. فبيقول لها رين باستغراب انت بتعملي هنا ايه؟ انتوا نادر قوي ما بتظهروا. فبتقول له علشان عددنا قليله كنا بنعيش بهدوء في اعماق الجبال، لكنها كانت حياه ممله جدا بالنسبه لي، فقررت اسافر وفي النهايه قابلتك هنا. واللي انت بقى معلم بتعمل هنا ايه؟ فقال لها رين على كل اللي حصل معاه من ساعه ما انضم الفريق البطل لغايه ما قابلها هنا هو كمان. كنادي في وقتها بتزعل وبتكون متضايقه جدا من حركه النداله اللي فريق البطل عملها معاه. بتقول له ازاي يطردوك كده بعد كل اللي عملته
عملته معاهم. ريم بيفرح جدا لما بيلاحظ زعلانه قوي كده علشانه وبيشكرها. في وقتها بتقول له انت على فكره مش ضعيف ولا عديم الفايده زي ما بيقولوا، بل انت قوي وقوي جدا كمان. ريم بيقول لها قوي ازاي بس وانا مجرد مروض وحوش؟ بتقول له لانك تقدر تروضني. رين اتصدم، بيقول لها ازاي انا ابقى قادر على ترويض احد الانواع النادره؟ كندي بتقول له لاني اول ما شفتك حسيت بشعور غريب جذبني ليك، وده السبب اللي خلاني اقول لك انك قوي يا رين، وانا واثقه انك تقدر تروضني. ريم مش مصدق الكلام اللي سمعه، بيقول لو قدرت تروضها فعلا هتكون مساعده كبيره ليا، وبوجود احد الانواع الاقوى معايا انا متاكد ان هقدر امنع اللي حصل لي وقتها. لكنه في نفس الوقت ما بيكونش عاوز يستغلها، بيقول انا عاوزها بس تكون رفيقتي وتفضل معايا مش اكتر. وبالفعل ريم بيبدأ بعمل التعويذة وتفعيل قوته، وبيتم اكتمال العقد بينهم بذكر اسم كل من كندي ورين. ريم بيبص لها وبيقول لها انا حاسس انك جيتي تعويض ليا عن تجربتي الفاشلة مع فرقة البطل. في وقتها كندي بترفع ايديها للسما وبتقول بالعقد ده هنكون مع بعض للأبد. بيسلم عليها رين وبيكونوا في قمة السعادة، ومن هنا بتبدأ العظميته بتاعتنا. ريم بياخد كندي على النقابة وبيسلم لناتالي الحاجات اللي جمعها، بتبارك له ناتالي على قبوله في النقابة كمغامر من المستوى اف، بتسلمه رخصة المغامر بتاعته وبتقول له حافظ عليها كويس لأنها بتمثل هويتك. ريم بيفرح جدا وبياخد المكافأة، لكن المبلغ اللي خده من ناتالي كان قليل قوي على إنه يشتري بيه أي معدات مناسبة، فبيقرر ياخد رأي كندي قبل ما يطلع على أي مهمة تانية. بيروح على كندي واللي بتكون فرحانة جدا وبتقول له أخيرا بقيت مغامر وهنبدأ بقى مغامراتنا. لسه ما كملتش الكلام ولقت واحد من المغامرين داخل عليهم، بيروح على كندي وبيتجاهل رين تماما، بيحاول يكلمها لكن البنت ما بترضاش تعبره، بيقول لها ما تتقليش قوي كده يا تقوطه وتعالي نشرب حاجه وسيبك من الضعيف ده. رين بيدافع عنها لما لقى زودها في الكلام لكنه بيشتمه. وقتها كندي بتتعصب وبتقول له ما تغلطش فيه، رين ده سيدي والوحيد اللي قدر يروضني. هي قالت كده من هنا وهو اتفتح في الضحك والسخريه، بيقول لها الضعيف ده سيدك، واحد بالضعف ده قدر يروضك. كندي بتقول له على فكره هو مروض وحوش ماهر واقوى منك بمراحل. بيقول لها بدل ما هو جامد قوي كده يبقى لازم يثبت لي الكلام ده، انا هتحداه قدام الناس دي كلها ولو خسرت انا بوعدك اني هبعد عنكم ومش هعمل لكم حاجه تاني، ولكن لو فزت عليه انت هتكوني ملكي. جابه في ملعبه. رين بيتعصب وبيقول في باله انا ما يهمنيش اللي يقولوا عليا، لكني مش هسامحه ابدا على طمعه في كندي. لا عجبتني ياض. بيروح عليه فعلا وبيستعد الاتنين. رين كان عارف انه ضعيف لكنه مش هيسيبه بالسهل كده، وفي لمح البصر رين بيكسر حرفيا الترابيزه بدراعه. الواد نفسه مصدوم، وانا من امتى وانا بالعظمه دي؟ واتضح ان عقده مع كندي بيسمح له يستخدم نفس قوتها. من الاخر يعني رين دلوقتي بنفس قوه كندي، والله حاجه عظمه. في الوقت ده بتيجي ناتالي على صياح المعلم ده، بتعتذر لرين عن اللي حصل وبتقول له انه بعملته دي هتخلي النقابه تسحب رخصته. بيشكرها رين وكندي على وقفتها معاهم وبيروحوا على مكان مهمتهم الجديده، ولكن وهم هناك بتسمع كندي صوت حد بيطلب النجده. لما بيروحوا هناك بيلاقوا عصابه كبيره محاصره تاجر عجوز وعاوزين ياخدوا البضاعه بتاعته. العصابه نازله هلس وتريقه على الراجل العجوز علشان الحراس اللي كانوا معاه هربوا وسابوه لوحده. بيقول له واحد من العصابه المره الجايه جده تبقى زود قرشين وجيب مغامرين مالوا هدومهم شويه، ده لو بقى في مره تانيه يعني. في الوقت ده بتكون كندي اتعرفت عليهم، بتقول لرين انها منظمه خطيره جدا بتضم اكتر من 100 مجرم خارج عن القانون، الموضوع خطير ولازم نروح نطلب المساعده بسرعه. رين بيقول لها لا، لو رحنا دلوقتي احتمال كبير انهم يقتلوا العجوز قبل ما نرجع، احنا لازم ننقذه الاول. بتبص له كندي كده وبتقول له كنت عارفه انك هتقول كده. وبالفعل بينطلقوا الاثنين وبيدوا العصابه واحده سبرايز كده من اللي قلبك يحبها. كندي بتروح تحمي العجوز ورين بيكون شغال الله ينور تقصير في عظمهم. ايه يا ابن العظمه دي، مفيش حد قادر له. واللي بعده يا ناهيه ساعده. كندي وهي بتبص له كده بتكون مبهوره من قوته، بتقول انا ايه اللي حصل لي؟ قلبي عمال يدق ومش قادر اشيل عيني من عليه، البنت وشها بيحمر وشكلها وقعت في حبه. رين بعد ما خلص على العصابه بيروح يطمن عليهم، بتحاول كندي تخبي كسوفها لما بيبص لها وبتجري على العجوز وبتقول له جده زي الفل وصحته بوم متقلقش. في الوقت ده بيسأله رين وبيقول له ايه اللي خلاك تسافر لوحدك في مكان خطير ومليان مجرمين زي ده؟ بيقول له التاجر العجوز كنت معاين شويه حراس بس طلعوا ليلات قيمه بعيد عنك، سابوني وهربوا اول ما المجرمين هجموا عليا، وانا متشكر جدا على اللي عملتوه لكن لازم تهربوا من هنا بسرعه. العصابه اللي حاربتهم دول خطيرين جدا وحرفيا قتلوا كل اللي اتحداهم، ولو عرفوا باللي عملتوه هنا مش هيسيبوكم في حالكم. رين بيقول هم خطيرين قوي كده، احنا لازم نروح نخلص عليهم. كندي والعجوز اتصدموا، الواد من ساعه ما عمل العقد مع كندي وقلبه بقى جامد. كندي بتقول له انت بتتكلم جد فعلا؟ عاوزنا نروح نخلص على 100 مجرم بنفرين اتنين؟ انت زهقت اخيرا من الحياه يا ابني ولا ايه؟ بيطمنها رين وبيقول لها ما تقلقيش انا عندي خطه. وبالفعل بيروح هو وكندي على مخبأ العصابه، وده طبعا بعد ما خلى استنجاب يعرف له مكانهم. بعدها بيقول لكندي انها تروح تبلغ النقابه وتجيب الفرسان علشان يساعدوه في نقل الجثث. كندي بتكون خايفه عليه وبتقول له بس انت هتعمل هنا ايه لوحدك؟ بيقول لها شايفه دي حشره سامه لو قرصت حد هتشيله لمده 12 ساعه،
ههاجمهم بيها، وفي الوقت ده هنحتاج المغامرين والفرسان علشان يلموهم من هنا. كندي بتقول انا عارفه انك قوي، ولكن بيقطعها قبل ما تكمل جملتها وقال لها بوعدك انها اهرب لو الوضع بقى خطير. في الوقت ده بتكون الحشره جابت خواتها وكندي راحت في سبيل حالها. ومن الناحيه التانيه احب بقى اصدمك واقول لك ان مجموعه المغامرين اللي هربت كانت فرقه البطل. شفت وصل بيهم الحل فين؟ لين بتقول لمينا انا مش مصدقه اني هربت من شويه الحساله دول، كانت المفروض تكون مهمه سهله هنطلع منها بقرشين من ورا العجوز ونرجع الغابه الضائعه. يا ريتني قلت لإيريس واجاس يجوا معانا، لكنهم مش فاضيين الا للملكيين وبس. وفوق كل ده انت يا عم انت مش عارف حتى توفر لي وقت علشان اعرف اعمل التعويذه السحريه. الواد بيقول لها انا قلت لك مليون مره اني مروض وحوش ماليش في القتال. البنت خلاص اتعصبت جامد لانها كانت بتشوف رين بيقاتل مع انه مروض وحوش والدنيا كانت مرتاحه عادي. بتقول له لا انت كذاب، وبسببك فشلنا في مهمتنا. ريح تراقب لي المنطقه دي كلها بسنجاب واحد، مش عارف تجيبه 10 ولا 20. الواد اتصدم بيقول لها انت بتقولي ايه؟ ده اغلب الاشخاص ما بيعرفوش يسيطروا على 2 مع بعض، احنا كمروضين وحوش بنروض كل وحش على حده، ولو حد عمل كده في الغالب هيموت. وانتوا عمالين تطالبوني بحاجات مجنونه وانتوا اصلا مش عارفين حاجه. لين ومينا نزل عليهم سهم الله. العيال عماله تبص لبعضها ومش مستوعبين اللي بيسمعوه، لانهم كانوا بيشوفوا رين وهو بيروض 10 ولا 20 حيوان في وقت واحد بكل اريحيه وكأنهم ولا حاجه. هل فعلا الرين مميز؟ لا انا عرفت من الواضح يالا انك بتكذب، وبتقرر انها تشيله فشل المجموعه. هي فوجريك كمان بترمي اللوم على الواد الغلبان، شكلها عاده فيهم ولا ايه؟ القاء اللوم على الاخرين في ظل وجود فيهم كل العبر. والله ضحك. الواد ما قداموش حل غير انه يوافق والا هيبقى لحم مشوي على الفحم. بتقول في بالها مستحيل رين يكون مميز، ده شخص فاشل. في الوقت ده بيكون الشخص الفاشل اللي هي بتقول عليه ما كانش بيروض وحش واحد بس، لا ده بيروض كل حشرات المنطقه، بيخلي الحشرات تهجم على العصابه بيخلص عليهم كلهم في ضربه واحده. ايه يا ابن العظمه دي. في الوقت ده بتيجي كندي ومعاها المغامرين في البدايه ما بيكونوش مصدقين ان دي عملت رين لوحده. شويه منهم بيروحوا يشكروه والباقي بيبداوا في نقل المساجين. رين بيروح على كندي وبيشكرها علشان هي جابتهم بسرعه. ما كملش رين لسه الكلام ولقى مجموعه وحوش هايجه اقتحمت عليهم المكان. كل اللي في المكان اتصدموا، دول جم منين ده يا دول؟ بيقولوا المعلم ده كنا مخبيينهم لحاجه زي دي. وقبل ما يكمل كلامه كان الوحش خلص عليه. كل الوحوش في اللحظه دي خرجت عن السيطره. بس انت متخيل ان اللي مع رين هيحصل لهم حاجه دبماوي؟ لا والله. الرين بيطير عليه وعطاله واحده رقدته. كندي هي كمان بتطير على واحد تاني وبتخلص عليه. لكن الامور بدات تخرج عن السيطره. وقتها رين بيقول للمغامرين يخرجوا بسرعه من المكان وهو هيتعامل مع الوحوش. بيكونوا عاوزين يساعدوه لكنه بيمنعهم. رين وكندي بيروحوا على الوحوش وبينزلوا فيهم ضرب وتكسير في كل مكان وكل حته. في الوقت ده بيكون الناس اللي بره قلقانين عليهم اهلا يكون حصل لهم حاجه وحشه جوه. لكن بعدها على طول بيظهر رين وكندي وهم طالعين من الكهف كويسين بعد ما خلصوا على كل الوحوش اللي جوه. الناس لما بتشوفهم بخير بيجروا عليهم وبيكونوا في قمه الانشكاح. الكل بيتلم حواليه وبيهتفوا له باسمه. رين بيكلم نفسه وبيقول انا مش مصدق ان نفس الشخص اللي ما كانش ليه لازمه ولسه مطرود من فريقه من يومين، والنهارده كل الناس اللي حواليا معترفين بيا وبيهتفوا لي على اللي عملته. كل ده بسببك يا كندي، شكرا ليكي لانك غيرتي لي حياتي. كلامه بيفرحها جدا وبتكون في قمه الانشكاح والسعاده. وبيخلص اليوم على كده.